يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى يا الحق. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اللهم صل فضل عليه من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه ربي صل على وسلم محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله وينصرك عليه الله نصرا عزيزا. صلى الله لقد عليه جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم يا عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Ha? السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقلت قياي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقلت قياي السلام عليك السلام عليك صفى الأصفياء السلام عليك السلام
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه وعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتأثرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه وعلى تجلى الحق في عالم قدسه الواسع صلى الله عليه وقى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب نعم لنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى وغضت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه ومن فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله ما ملأ عليه الوجود الخلق ينور تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن وصحبه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله شهادة عليه تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه من الإيمان قوام صلى الله عليه من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه أن سيدنا محمد اللهم صل العبد وسلم الصادق وبارك في عليه. قوله وفعله صلى الله عليه أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وعد الأمانة صلى الله عليه بشرا كثيرا صلى الله عليه المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه من نعمة انتصر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز فيها عليه في خلة الكمال صلى الله عليه الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه تسبياره المصلي عليه صلى الله عليه بسر تعلقه به وهبه صلى الله عليه بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقرب صلى الله عليه في الأصل بوده وهبه صلى الله عليه وأنا بنشر ذكراه ذكراه نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى آله الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله عليه بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه التصوير في العالم المطلق الكبير صلى الله عن عليه جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون صلى الله عليه الكريمة والبطون صلى الله فما من عليه صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله نعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله يتشرف عليه بموطن استقراره وموضع صلى خروجه الله وقد عليه غدت الأكدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به ما خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة
حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه. للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. فأن تعرب القلم عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.
لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أمحاه لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أمحاه لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن القلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار صلى الله وقد عليه. بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله فنور عليه. هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال صلى الله قلت يا عليه. رسول الله اللهم صل وسلم يا وبارك أبي عليه. وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله قال يا عليه. جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد اللهم صل صلى وسلم الله عليه وبارك وسلم عليه. من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه. عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. عليه بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا صلى الله عليه. كانت السعادة الأبدية
لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، صلى الله فاستودعت عليه. هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين، صلى الله فتنقل هذا عليه. النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه حتى السلام. أوصل ضياء العلم القديم إلى من خصت بالتكريم أبيه الكريم أبد الله بن عبد الله ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة صلى الله عليه. السيدة الكريمة آمنة صلى الله عليه. وأبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وأشاؤها بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وسورها، صلى الله فحملت عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا، صلى الله عليه. منه علما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وبديان، صلى الله عليه. وبدور إشراق هذا السراج صلى الله عليه. مشرفة إلى بروزه، صلى الله عليه. إلى نقاط جواهر كنوزه، صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العباد، صلى الله عليه. بكمال صلى البشارة الله عليه. حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام، صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقة أشرف البرية، صلى الله عليه. من عالم الخفاء إلى عالم الظهور، صلى الله عليه. في البطون والظهور، صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم، صلى الله عليه. ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صل عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على
فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنهما رأينا في العراقين وشبيه ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واضرب الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله وأنوار الوجود عليه الإله على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله من عليه خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات السمات الممدود صلى الله عليه بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله فانفلق عليه صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مولانا محمد حضرك رسول الله حضرك رسول الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا
مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه وأرضاه ومن عرف الدنيا تحقق أنها بلا مرية مستوطن البؤس والضر ولا بد للإنسان طول حياته وما دام فيها من ملازمة الصبر. قال بعضهم أهل هذا الزمان صبرهم قليل وزمانهم يحتاج إلى صبر كثير والأولون صبرهم كثير وزمانهم يكفيه الصبر القليل ولهذا استراح الأولون وتعب الآخرون. وقال آخر من رضي بشيء تنعم به ومن سخط بشيء تعذب به. وقال آخر إذا لم أصبر فأي شيء أفعل. قال سيدنا حبيب عبد الله الحداد إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang manfaat darinya. Wa man arafa, barang siapa orang arafa yang mengenal atau mengerti ad-dunya, kehidupan di atas dunia, tahaqqaqa, maka akan menjadi nyata baginya annaha, sesungguhnya kehidupan di atas dunia, bila miryatin, tanpa keraguan-raguan, mustautinul buksi, maka dunia tadi itu adalah tempat bagi sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang menjengkelkan, waduri, dan sesuatu yang akan membahayakan. Orang yang mengetahui tentang kehidupan dunia dengan sebenar-benarnya kehidupan, maka orang tadi itu tidak akan pernah meragukan tentang bahaya daripada kehidupan di atas dunia. Apa saya tak ada sesuatu saya tak bahaya ning dunia ini? Pembunuhan dunia, pemerkosaan dunia, pencabulan dunia, perkelahian, pertikaian dan lain sebagainya. Mahallul bu'si wad-durri. Tanpa diragukan lagi, dunia adalah sesuatu tempat yang membuat jengkel dan tempat yang akan membuat susah bagi penghuninya. Cek nyari nyaman itunya, percuma sampai. Nyaman biar apa? Canoreng soki sekejap nyaman nah. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang abadi, tidak ada kehidupan yang selalu kita nikmati kecuali kehidupan di atas akhirat, di alam akhirat. Adapun dunia hakadha ya ikhwani, ini ketunya bona. Mahallul bu'si wad-durri, bahwa tidak diragukan lagi dunia adalah tempat bagi kita, adalah tempat sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu saya tak kesenang gulu sambian. Wad-durri karena sakit dunia.
kenang nang mate dunya kabeh. Wah kata dunia kini ke dunia ponan. Lah terus dari sikap kita, bagi kita seorang yang muslim, bagi kita seorang yang mukmin, wala budda lil insani tula hayatihi madama fiha min mulazamati sabri. Maka tidak ada jalan lain bagi manusia selama hayatnya, selama hidupnya, sepanjang dia masih mengarungi kehidupan di atas dunia, min mulazamati sabri, sabar. Khususnya saat-saat semangkin sabar kan dir, hah? Tahu kan? Sabar. Dalam kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan sabar. Ada boleh selain bukan kecuali sabar. Sabrun ala ta'ah, sabrun ala tarkil maksiyah. Kalau manusia melakukan ketaatan tidak sabar, tak mungkin orang ini berhasil, ya kawan. Taat ya harus sabar. Orang yang terus menghasilkan swarga, belis neguli sampian ke sahadatnya ke swarga. Benih perumahan, benih kendaraan, benih swarga, jannah, jannatul firdaus insyaallah ya. Swarga ini kenangna para nabi, swarga ini kenangna para wali, benih kenangna kulit sampian, tak ada potongan. Tapi mak pola, kalau ben amal sesakoni, kalau ben ngelakuin tak ada ke Allah Subhanahu Wa Taala. Madama fiha min mulazamil sabar. Selama ki atas odi ning atas dunya, ki kudu sabar ada jalan boleh benar. Nah, ninggal maksiat mau tak sabar. Atau bet karo sare dua are. Kemah. Jangan monduha lancar atau baper. Kini dua are duha lah minta lancar. Jangan mau maca surat waqiat akhirnya kamalarat. Kemah. Jongkok pun mari asar maca surat waqiah, jajal di surat Tegel jual sekali, surat tanah jual. Sabar rumah, tak ada cara boleh. Hitung untuk menghadapi akhir zaman ini. Kata beliau, wala budda lil insan tula hayatihi wa madama fiha min mulazamati sabr. Kita menghadapi dunia yang penuh rintangan, yang penuh dengan cobaan. Dunia kena cobaan. Cak berharap sampai di neng dunia tak coba, tak mungkin. Ada cerita orang ngodi tak coba nih tak mungkin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang maha menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menciptakan kematian kemudian menciptakan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta. Mate kada baru kemudian odi saya ciptaki. Anapa mak bener odi kada? Karena manusia ni ciptaki dia bareng saya mate. Mergana Allah Subhanahu wa taala ada bu alladzi khalaqal mauta al maut. Mate saya ciptaki kada. Sebelum menciptakan kehidupan, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menciptakan kematian. Apa tujuan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum, untuk Allah menguji kepada kalian ahsanu amala, siapa orang yang terbaik daripada amalnya, bukan yang terbanyak. Yang terbaik, sepaling bagus amalah, benar sepaling banyak. Sepaling bagus ahsanu amala. Odi coba, mate coba. Tadi cak sampean ngocak, tuh odi ruwet. Bensin ongke, solar ongke. Katok-tok saya toron ya tak terlalu ongke katok. Mon katok toron bukan malam. Aduh, odi sompek, ruwet. Mate nyaman lah, mate nyaman ja. Siapa sih menjamin sampean mate nyaman? Jember alam kubur sampean. Padang alam kubur.
selamat dari azab kubur, selamat dari pertanyaan mungkar nakir. Deki pas mulan sampai tak sabar nyari indrim, bunuh diri aja, pas sabar. Sekejap kok di ini kan, sebidak lemak, petong polo lemak, wis tak jauh dari dia lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, inna likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Setiap sesuatu ada masa panennya dan umatku akan dipanen di antara umur 60 sampai 70. Wis antara dia lah. Dari Sibidak sampai petong polo. Mari petong polo dah mah. Akhirat ya ikhwan, akhirat. Ayo malas. Salat berjamaah, Al-Quran kita baca, amal yang soleh kita tingkatkan, sekalipun selembar satu hari, 1000-2000 sodako sepenting istiqomah rutin. Ya, lah nikah sesuatu yang akan membuat kita bahagia, sesuatu yang akan membuat kita akan menjadikan selamat daripada siksa kubur, selamat ning dunya, selamat ning alam akhirat. Oleh karena itu kehidupan adalah ujian, kematian pula adalah ujian. Selama odik ning dunya, kata beliau, wala budda lil insan, tidak ada lain bagi manusia, tula hayatihi, selama hidup di atas dunia, min mulazamati sabri, daripada harus sabar. Sabar melakukan taat kepada Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Qala ba'duhum ahlu hadzal zaman sabruhum galil. Sebagian ulama mengatakan zaman sekarang ini wanikah zaman Al-Habib Al-Haddad. Beliau mengatakan hadzal zaman ahlu hadzal zaman sabruhum galil. Orang-orang yang sabar sekarang ini sedikit, kata beliau. Orang-orang yang sabar yang sekarang, yang hidup di zaman sekarang, sabruhum galil. Wa zamanuhum yahtaju ila sabrin katsir. Sedangkan hidup di zaman ini, kata beliau, di zamannya beliau Al-Haddad, kita hidup di zaman yang mayoritas orang-orangnya sedikit kesabarannya, padahal sangat butuh banyak daripada kesabaran. Zaman Al-Haddad nih kan. Terus dia remun setia, Pak. Wa hadzal zaman, kata beliau, sabruhum galil, yang sabar sedikit, atau sabar mereka sangat sedikit. Mangkan cek tetireng benyak, tetireng sesekonek be. Karena target utama daripada setan menosannya ke sekonek asokor. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Target utama daripada setan bagaimana sekiranya manusia tidak mampu bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sekuni qalil. Makanya ketika ada orang berdoa ning zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Allahumma ja'alni minal galil, Allahumma ja'alni minal galil, Allahumma ja'alni minal galil. Sayyidina Umar tak kerjat ngiding doa. Area doa dari siapa? Engkau tak pernah mereng Nabi doa Allahumma ja'alni minal galil, wala sahabat selain doa Allahumma ja'alni minal galil. Ma hadzal doa? Jangan Sayyidina Umar. Ada doa apa dia, kata beliau. Maka orang yang saya tanya ke Sayyidina Umar, ya Umar, wala taqra'ul Qur'an, apakah kamu tidak pernah membaca Al-Qur'an? Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang yang mau bersyukur, dan aku ingin menjadi orang yang sedikit tersebut, wahai Umar. Spontan Sayyidina Umar langsung molar dan mengangkat tangan keduanya seraya mengatakan, An-nasu a'lam minka ya Umar, manusia ternyata lebih pintar daripada engkau Umar. Pidato Kak Bentiwi. Manusia ternyata lebih alim daripada engkau Umar. Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku adalah bagian orang-orang yang sedikit, kata beliau. Sayyidina Umar bin Al-Khattab min kibari sahabah selalu doa Allahumma ja'alni minal galil. Ki kula tak berharap banyak dari sampean sedeteng, sepenting istiqomah. Daripada bunyak sampai ke timur tak sanggup sak beri kopi banyak geluh. Sekuni sepenting apa? Istiqomah. Ahsan, bener si aktar. Ahsan. Nah, ahsanuhum
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, ladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan. Ibadah mungkin pas-pasan tapi ahsan. Sodakonna amal selain pas-pasan tetapi ahsanu amala. Ini kesek bitong tini Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kadin to cek tadi yang banyak wis. Kata beliau Al-Haddad nih kan. Wal awwalun sabruhum katsir wa zamanuhum yakfihi sabru qalil. Zaman dulu kata beliau kita tidak butuh sabar banyak karena zaman sahabat tabi'in ada cekson, ada narkoba, ada ganja, ada diskotik, ada palapa ki. Ya, maka sabrun qalil cukup punan. Dengan bermodal sabar yang sedikit karena yang mereka pandang aulia, yang mereka pandang ulama, sulaha, atqiya. Lah sekarang muka TV ya bengkang, muka HP ya bengkang. Sabar. Ya? Sabar. Allahumma ja'alni minas sabirin. Allahumma yahyina minas syakirin. Allahumma yahyina minas sabirin. Antarmu ketiti orang-orang yang sabar ngelakuin yang taat, sabar ninggal maksiat. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب زده تحت الرحال فتحشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار. قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك
وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازراه وواله وداهراه، وأما ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نهتم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى
وإلى حضرة النبي سيدنا محمد